تعالى بس اقول لك على حاجه. عايز الناس كلها تحبك وانت عايز تحب كل الناس؟ هقول لك على 5 حاجات. ال5 حاجات دول موجودين في القرآن والسنة، بس أنا هقولهم لك بشكل شعبي يا عم، عشان ما تقولش عم الشيخ اللي داخل علينا النهاردة. في حاجة اسمها لغات الحب ال5. 5 حاجات لو عملتهم الناس هتحبك وانت هتحب الناس، وهتعيش في محبة طول العمر، سواء في بيتك أو في عيلتك أو في عملك أو في الشارع. أول حاجة لغة الجسد أو التواصل الجسدي أو الأحضان. يعني داخل بيتك حضرتك لقيت مراتك في وشك، او حضرتك داخله بيتك لقيت زوجك في وشك، بعد اذنك احضنيه، المسيه، طبطبي عليه وانت طبطب عليها. خدوا ولادكم في حضنكم شويه كتير، كل شويه. الاحضان من الحاجات او من لغات الحب ال5. لازم نتواصل جسديا، لازم واحنا ماشيين في الشارع نسلم على قرايبنا ونسلم على جيراننا ونسلم على اخواتنا ونعاكسهم ونخبط فيهم وازيك وعامل ايه. لغة الجسد من اللغات الحلوة جدا اللي بتقوي لغة الحب بين الناس. اللغة التانية اللي كلنا بنحبها كلمات التشجيع. كلمات التشجيع من الحاجات الجميلة جدا اللي بتخلي الناس تحبك وانت مش هتخسر حاجة. الله عليك، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، ايه البدلة الشيك ده، الله ربنا يوفقك، انت جميل، انت شاطر، وانت جميلة، انت شاطرة، انت هتبقي دكتورة. كلمات التشجيع دي من الحاجات اللي بتقوي لغات الحب بين الناس. ويا حبذا لو كلمات التشجيع دي بقى لزوجك ولزوجتك ولعيالك ولأولادك ولإخواتك. هنشجع بعض وهنتحاب كلنا مع بعض. تالت لغة هي لغة الهدايا. أبسط حاجة وأبسط هدية ممكن تديها لحد، وردة، بونبوناية، طبق أكل من الأكل اللي أنا عاملاه في البيت، حاجة حلوة من الحاجات اللي جوزي جابها أنزلها لجارتي، أنزلها لوالدتي، أنزلها لحماتي. عيد ميلاد ابني أجيب له هدية بسيطة، عيد ميلاد مراتي أجيب لها هدية بسيطة. الهدايا يا جماعة من الحاجات الجميلة جدا اللي بتقوي لغة الحب. وزي الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحبوا. رابع حاجة تكريس الوقت. كلنا في العالم عندنا وقت كتير أوي ضايع، ما بنبقاش عارفين نعمل بيه إيه، ونبقى قاعدين زهقانين قدام التلفزيون وماسكين التليفون والنت، وننزل نقعد على القهوة بدون أي هدف. يا جماعة تكريس الوقت من الحاجات الجميلة جدا، إنك تدي وقتك لحد أو تدي وقتك لشخص معين، ده بيقوي لغات الحب بينكم وبين بعضيكم. وكده كده الوقت اللي انت هتكرسه لحد تاني ده بالنسبة لك هيكون وقت ضايع، فاستغل أغلب وقتك الضايع في تقوية لغة الحب بينك وبين الناس اللي انت بتحبها. وفي نفس الوقت لو لقيت حد بيديك من وقته، تأكد ان الشخص ده او الشخصية دي بتحبك او بتحبك. آخر لغة من لغات الحب ال5 وهي لغة جميلة جدا، هي الأعمال الخدمية. يا جماعة برضو عندنا حاجات كتيرة جدا في حياتنا ممكن نعملها خدمية للناس ونخليهم يحبونا واحنا كمان نحبهم. ماشي في الشارع لقيت جارتي ماسكة شنطة تقيلة عليها، ممكن اخدها منها واوصلها لحد باب البيت. او في المترو بلاقي ست كبيرة مش قادرة تطلع السلم، ممكن اخليها تتعكز عليا. او حد شايل شنطة في المترو، اهلا وسهلا بيك، تعالى اوصلك. او حد تايه او حد مش عارف العنوان. الحاجات الخدمية دي احنا ممكن نعملها في يومنا واحنا ماشيين. زي الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال: إزاحة الأذى عن الطريق صدقة. مجرد بس إن أنا أزيح الأذى عن الطريق، لو جاري شايفني ولا جارتي شايفاني ولا أخويا شايفني هيعمل زيي، وهتبقى صدقة جارية ليا طول العمر. وفي نفس الوقت هلاقي الناس كلها بتحبني. 5 لغات من لغات الحب: التواصل الجسدي أو الأحضان، كلمات التشجيع، الهدايا، تكريس الوقت، الأعمال الخدمية. كلها حاجات لو خليناها اسلوب حياة في يومنا العادي كل الناس هتحبنا وهنحب كل الناس من غير ما نبذل اي مجهود. واقل حاجة من الحاجات دي بتخلي كل الناس تحبك وتحترمك وتبقى محتاجة ان هي تقعد معاك طول الوقت. تحياتي، محمد السيد.